الإقامات الجامعية بين التسيب، الإهمال وحالة الفوضى. تعبث فتيات بمصيرهن داخل الإقامات التي أصبحت جدرانها وممراتها السرية تخفي مشاهد لا تليق بمستوى التعليم في بلادنا. فتيات في مقتبل العمر حظين بتأشيرة الذهاب إلى الجامعة، غير أن منهن من لم تلتزم بأدبها واخترن قانونا خاصا سطرته مافيا التلاعب بالطالبات داخل الإقامة الجامعية. إلا أن غروب الشمس وسكون الليل يحمل معه أسرارا وحكايات بنات لا تنتهي. بعد الدخول كانت الوجهة إحدى الغرف داخل الإقامة، رغم أننا كنا نحمل الكاميرا الخفية معنا، إلا أننا احتراما للمشاهد الكريم لم نرغب ببث بعض المشاهد والصور لملابس فتيات داخل تلك الغرف. لم تنزل السجائر من أيديهن خلال جلستنا، كان كل حديثنا حول إمكانية الخروج ليلا مع رفاقنا. أخبرتنا الطالبات أنه بإمكاننا الخروج في أي ساعة نشاء، لأن أعوان الأمن يكونون نيام. كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل عندما بدأ سيناريو التسلل. فتيات يرتدين ملابس قصيرة يخرجن من ثقب بإحدى جدران الإقامة، والغريب في الموضوع أن لا أحد ينتبه لهن. والوجهة سيارات فخمة تنتظر فريستها على الطريق السريع. لم نبرح النافذة، حيث كان هدفنا معرفة إن كان ذهاب الفتيات بدون عودة. إلا أننا قبل بزوغ الفجر رأينا من بعيد نفس السيارات تنزل نفس الفتيات اللواتي تكون طريقتهن في العودة إلى الغرفة الانبطاح والاختفاء خلف الأعشاب والقفز وراء الجدران. كاش نهار دخلنا لا سيتي خرجتي بتي ماشي خرجتي بتي ما خرجتي سهرتي برا. لا سيتي تغلق 20 انا خرجت على 10. بصح كيفاش هادي؟ باسكو كاين ناس لداخل يعاونونا باش نخرجوا. كيفاش؟ حكي لنا كيفاش يعاونوكم. باغ اكزومبل كاين لي زاجون تقدري تمدي لهم تشيبا كيفاش كيما نقولوا حنا تشيبا يخلوك تخرجي. كاين زعما دي كاميرا بصح هما يحبسوا السيستم باش يخلوا البنات يخرجوهم في لامبيلونس، يخرجوهم في لي فواتور اللي داخل باسكو كاين دي زابيتون